لله خالق الأرض والسماوات. الحمد لله قاضي الحاجات. الحمد لله مفرج الكربات. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وآلائه المتتاليات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه والصفات. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، نبي كريم أفضل الخلق والبريات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع نهجه وطريقه من الأحياء والأموات. أما بعد، فيا أيها المسلمون، عليكم بتقوى الله تعالى، فالتقوى هي طريق من طرق الجنة التي قال الله عنها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الأحباب، موضوعنا معكم اليوم عن فضل قضاء الحوائج للناس، ونقول وبالله التوفيق. اعلموا أن الله عز وجل لما خلق خلقه جعل فيهم سنة كونية. سنة كونية هي أن الله عز وجل لم يخلق خلقه على نسق واحد، وإنما فاضل بينهم في المنصب والجاه، أو في القدرة والضعف، أو في الصحة والمرض، أو في المال والفقر، أو غير ذلك. لم يخلق الناس على وتيرة واحدة، وإنما طلاقة القدرة اقتضت أن يخلق الخلق متفاوتين مختلفين، كما قال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، كما قال سبحانه في آية أخرى. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذه سنة كونية في الناس جميعا، التفاوت بينهم ليتحقق الاستخلاف في الأرض ولعمارة الأرض، وليتحقق الاحتياج، هذا يحتاج إلى هذا وذاك يحتاج إلى ذاك. تأتي بعد ذلك السنة الشرعية التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم ودعا إليها ربنا. والسنة الكونية الناس في اختلاف بينهم، هذا غني وذاك فقير، هذا قوي وذاك ضعيف، ليبلو بعضكم ببعض. تأتي السنة الشرعية لتخبر بفضل قضاء حوائج الناس. الغني يطعم الفقير، يعطف على الفقير، القوي يأخذ بيد الضعيف، وهكذا. والصحيح والمريض ينظر الغني إلى الفقير فيشكر ربه على نعمة الغنى، وفي نفس الوقت شكره لربه أن يعطي هذا الفقير. والسنة الكونية الاختلاف. السنة الشرعية تأمر بالتعاطف والتراحم فيما بين الناس، يكمل بعضهم بعضا، لأن الناس أفرادا شبكة واحدة، يرجع بعض
بعضهم إلى بعض، أمة واحدة. فمن هنا كان موضوعنا عن فضل قضاء حوائج الناس. فماذا عن هذا الموضوع؟ لتعلم أخي المسلم أن ربنا المولى عز وجل يدعو إلى هذا ويحببه. فلما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله، واحد جاي يسأل النبي مين اللي هو محبوب عند ربنا، واللي إذا أحب ربنا معناها إنه هو إيه؟ الحب يقتضي عدم التعذيب، لأن الله إذا أحب عبد نادى في السماء وغير ذلك. بالتالي المولى إذا أحب عبد لا يعذبه. اليهود والنصارى لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ربنا أوحى للنبي قل لهم فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يعني هو المحبوب يعذب حبيبه ولا يعقل. فلما الراجل بيسأل سيدنا النبي أي الناس أحب إلى الله، عايز تبقى أنت محبوب عند ربنا؟ قال أنفعهم للناس. وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال سرور تدخله على قلب مسلم. وضرب النبي بعض الأمثلة في هذا السرور: تقضي عنه دينا، تسد عنه جوعا، تقضي له حاجة إلى غير ذلك، على سبيل المثال وليس على سبيل الحق. فكل ما يسر المسلم عمل يحبه الله عز وجل. وهذا طريق أو دعوة لفضل قضاء حوائج الناس. تجد نبي من الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام يخرج من بيته مطرودا، يخرج من قريته مطرودا، ليس من بيته بل من قريته مطرودا، ويتعب من عناء السفر ويخرج خائفا غير آمن، ومع ذلك يأتي ليستريح فيجد زحاما على بئر ماء، ومن بين هذا الزحام امرأتين واخدين جنب كده، فيسأل ما بالكما، ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طب انتوا جايين ليه؟ ما فيش حد معاكم ولا أخ ولا غير؟ وأبونا شيخ كبير. تأخذه المروءة فيسقي لهما، قضى لهما حاجتهما التي خرج من أجلهما وهي سقي الماء، بعدين راح يستريح. هل يترك الله عز وجل هذا العمل؟ كلا، تأتيه هاتان المرأتان تعال. طبعا في قصة موسى عليه السلام، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أولا أمن بعد الخوف، خرج منها خائفا يترقب. شعيب عليه السلام يقول له لا تخف، يؤمنه كلام الأنبياء صدق، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم بعد ذلك يجد مأوى ومسكن، ثم بعد ذلك يجد زوجة. سبحان الله، من أجل عمل واحد. فيا أيها الأحباب، قضاء حوائج الناس خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين ومن أخلاق كرام الناس، حتى ولم يكن نبيا أو لم يكن مسلما، بل كان هذا شائعا في الجاهلية. فقريش كانت قبل الإسلام تتقاسم أعمال الخير وهم غير مسلمين وهم مشركين، ومع ذلك يتقاسمون، هذا للسقاية، هذا للضيافة، وغير هذا للشجاعة، للمروءة، لنصرة المظلوم وغير ذلك. كل هذا من قضاء حوائج الناس. بل وحاتم الطائي كان مشهورا كما تعلمون بالكرم. لما وقعت سفانة بنته جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا محمد إن أردت أن تخلي شأني ولا تشمت بي الأعداء، فإن أبي كان يحمي الثمار ويطعم الجائع ويفك العاني ويفعل
عددت من أفعال الخير الكثيرة التي كان يفعلها حاتم، قالت: أنا ابنة حاتم الطائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فنقول قضاء الحوائج ليست متعلقة بدين، وإنما متعلقة بمروءة، متعلقة برجل يكن من الرجال فعلا يقضي الحوائج للناس. واعلموا أيها الأحباب أن حوائج الناس كثيرة متعددة متجددة، لا تقتصر على حاجة بعينها، وإنما أيا كانت هذه الحاجة فإن الله يحبها ويشكرها لهذا العبد. فلقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ بسبب شجرة قطعها كانت في طريق الناس. وورد كذلك أن امرأة بغيا سقت كلبا فغفر الله لها وشكر لها هذا الصنيع. فنقول هذا الكلام لأصحاب المصالح في أي مصلحة كانوا. ما أحوج الأمة إلى أن تعلم هذا الفضل الرفيع وهذا الخلق السامي حتى يتحقق الود والحب في المجتمع. لأنك إذا رأيت مصلحتك ميسرة ومقضية تجد الكل يساعدك في قضائها، ينتج عنه هذا حب للمجتمع. أما إذا تعطلت المصلحة وتعثرت فإنه ينتج عنه بغض للمجتمع. فنرغب الجميع ألا يغفل عن هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأخبر كذلك أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأخبر كذلك صلى الله عليه وسلم أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأول أهل الجنة دخولا هم أهل المعروف. فلا تظن أن قضاء المصلحة للناس ابتغاء مرضات الله عز وجل أيا كانت هذه المصلحة صغيرة أو كبيرة طالما تقضيها وأنت تطلب الأجر من الله، لا تظن أن هذا يضيع، بل إن هذا من أخلاق الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله أسوة وقدوة لنا، ومن أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح أجمعين. فأبو بكر رضي الله عنه كان قبل الخلافة يتعاهد الأرامل والعجائز. لما انشغل بالخلافة ظن عمر أن الخلافة ستشغله، فذهب إلى عجوز كان أبو بكر يذهب إليها فوجد أبا بكر قد سبقه إليه. كذلك عمر رضي الله عنه دخل بيت امرأة عجوز رآه طلحة ابن عبيد الله، ظن في الأمر شيء، فراح بعد ما مشى وقضى لها حاجتها دخل طلحة رضي الله عنه ما بال هذا الرجل يأتي؟ قالت إنه يقضي لي حاجة منذ كذا وكذا من السنين. فقال أبو طلحة سكلتك أمك يا طلحة، أسقرات عمر تتبع؟ أنت بتدور وراء عمر؟ فهذا العمل لا يوفق إليه إلا خيار الناس، إنك تقضي حاجة الناس. تيسرت في إيدك أي مصلحة اعلم أن الله يحبك، لأن أصحاب الهمم العالية كانوا يرون أنه من الدواهي ومن المصائب أن أحدا لا يقصدهم في المصلحة. يقول حكيم بن حزام إذا مرت علي ليلة ولم يأتي طالب حاجة إليه إنها لمن الدواهي من المصائب اللي أطلب من الله أن يأجرني عليها، لما ما حدش يجي يضرب بابه لمصلحة. بل إن بعضهم كان يرى أن طالب المصلحة طالب قضاء الحاجة هو المتفضل على من يقضيها له. فيقول بعضهم ثلاث لا أكافئهم والرابع يكافئه الله. من هم؟ رجل بدأني بالسلام
والثاني رجل وسع عليه في المجلس، والثالث رجل اغبرت قدماه في المشي إليه إرادة التسليم عليه. أنا مش قادر أكافئهم إزاي. أما الرابع يكافئه الله، ده يعني أعظم منزلة. قال ورجل نزلت به حاجة فبات ليلته يفكر في من ينزل هذه الحاجة ليقضيها له، فأصبح وقد رآني أنا أهلا لهذه الحاجة أن أقضيها له. هذا يكافئه الله. لماذا؟ لأنه ظن به خيرا كثيرا، لأن الخير والشر مفاتيحهما أو خزائنهما عند الله، وجعل لهما في الناس مفاتيح، مفاتيح للخير ومفاتيح للشر، تقضي هذا أو تقضي هذا. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير يجري الله على يديه قضاء حوائج الناس، وويل لعبد جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير يجري على يديه تعقيد مصالح الناس، هذا ويل له. يكفي أن نقول لكم إن أهل المعروف لا يسقطون، وإذا سقطوا وجدوا متكئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وجعلنا من أمة خير المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين ورب الخلق أجمعين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والسالكين طريقه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، ما أحوجنا جميعا أن نعلم فضل هذا الموضوع وقضاء حوائج الناس في زمن انتشرت وظهرت فيه المادة. إذا أردت أن تقضي أي مصلحة لك صغيرة أو كبيرة لابد أن تدفع الرشوة. تكون هذه المصلحة واجبة على من يقضيها له، لكنها لا تقضى. إن لم تدفع تعجز عن قضائها. فما أحوجنا أن نعلم هذا الأمر، وأن نعلم أن قضاء مصالح الناس ما بين واجب وما بين مندوب. فالواجب من جعلتهم الدولة وجعلهم ولي الأمر في أي مصلحة من المصالح لكي ييسروا على الناس أمورهم ومعاشهم ومصالحهم، عليهم هم أن ينظموا قضاء هذه الحوائج ويرتبوها. ليس عليهم أن يعقدوا الناس في حياتهم، كلا، فإن هؤلاء بعداء من رحمة الله عز وجل. إن الله تعالى يحذرهم وينذرهم بأنهم يكونوا سبب في تعاسة المجتمع، في شقاء المجتمع، في حزن المجتمع. هؤلاء بعداء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. كلنا نحتاج إلى هذا الأمر في كثير من الجهات. فنحن نقول من كانت عنده مصلحة يحمد الله أنه جعل مصالح الناس عنده لا يتبرم منها، لأن الله عز وجل في الحديث الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم إن الله اختص عبادا لمصالح الناس، إن الله اختص بعض العباد لقضاء مصالح الناس فهي عندهم ما بذلوها، فإذا تبرموا من قضائها أو إذا ملوا من الناس تحولت منهم إلى غيرهم. فكل إنسان يبحث بأي شيء يستطيع أن ينفع الناس. إذا بحث كل واحد من حتى يكون محبوبا عند الله، حتى يكون محبوبا في المجتمع، حتى يساعد في السنة الكونية التي ذكرناها وفي تحقيق السنة الشرعية التي أمر بها ربنا وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عظيم أيها الأحباب، وهو قضاء حوائج الناس لا يوفق إليه إلا الأخيار.
الذين صفت قلوبهم، الذين يطلبون من؟ يطلبون الأجر من الله عز وجل. كما لا ننسى أن نتوجه بخالص الشكر مرة أخرى لأهل البلد على هذا العمل وهو تكييف المسجد بفضل الله، ثم بجهودكم وتعاون الجميع في هذا البلد الطيب. كما نشكر أيضا فاعل الخير الذي تبرع بكندير للمسجد. كما ندعو الجميع إلى المساهمة في إعمار بيوت الله أيا كانت في أي مكان، فإن الله قد شهد لمعمرها بالإيمان، وإن الله عز وجل قد أذن برفعها وعمارتها حتى وإن لم يرضى البعض أو إن لم يرضى أي أحد من الناس. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ووفقنا جميعا لكل خير، واجعلنا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. واحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفرج كروبنا وأزل همومنا وهمومنا. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، وبارك لنا يا ربنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، وأعط كل سائل منا سؤله طالما كان في طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله